كويس انك هنا يا دكتور غازي عشان تشهد. مالك يا دكتور؟ في حد مضايقك؟ يشهد عليه يا دكتور. لو سمحتي فسري كلامك. ازاي ابقى كاتبه امبارح تقرير عن طفل دخل الحضانه بازمه حساسيه على صدره ومحتاج رعايه مش اقل من اسبوع، وتيجي المستشفى تخرجه تاني يوم وتعرض حياته للخطر؟ طب اهدي بس يا دكتوره، ما يمكن اهله هم اللي طالبين كده. اهله واقفين عند الحسابات يا دكتور بيعيطوا بالدموع علشان الطفل ما يخرجش، ناقص يخلعوا هدومهم. دكتوره صفوه، هل حصل قبل كده ان المستشفى دي اثرت معاكي في مرتبك؟ من فضلك يا دكتور عون، انت بتاخدي مرتب قد اللي بياخده اي زميل ليكي اتخرج معاكي في نفس السنه 10 مرات. وبعدين سير الحضانه اللي انت بتتكلمي عليه ده بيكلف المستشفى مبلغ فلكي ما تحلميش بيه. وعشان المستشفى دي تفضل كبيره وتفضلي حضرتك تاخدي المرتب الكبير اللي انت بتاخديه، يبقى لازم اللي يجي عندنا هنا يبقى قد تدخل المستشفى. دي لغه حوار انا مش هقدر استحملها. يا دكتوره الموضوع مش مستاهل، وبعدين الحل بسيط. احنا نشوف حاله الطفل وصلت لايه، ولو فعلا محتاج رعايه ننقله بعربيه اسعاف لاي مستشفى تاني يكون ارخص شويه. ما اظنش ان دكتور عمر النواوي لو عرف هيبقى مبسوط. دكتور عمر النواوي ودخله ايه في الموضوع ده؟ هو مش شريك هنا؟ انا بقى هقول له ونشوف. الاداره مسؤوليتها انا يا دكتوره، والدكتور عمر النواوي بتاعك ده يا دوب شريك، وشريك بنسبه قد كده. بس النسبة اللي قد كده دي يا دكتور عاون ان شاء الله. عاوني النسبة اللي قد كده دي تسمح لي اني ارجع الطفل الحضانة تاني، صح ولا انت ليك رأي تاني ولا ايه؟ ماليش راي تاني يا عمر. خير يا دكتور، طمني ارجوك. ما تقلقش خالص، حاجه بتحصل كتير جدا جدا جدا، وما تشغلش بالك، تقدر تيجي في اي وقت وهيفضل هنا مش هيخرج الا لما يبقى كويس قوي وزي الفل. انا مش عارف اقول لك يا دكتور، كتر الف خيرك. وعلى فكره والله انا قلت لهم انا مستعد امضي على شيكات كمبيالات، بس ما يخرجوش ابني وهو تعبان كده ارجوك يا دكتور والنبي. ولا شيكات ايه ولا شيكات ولا دياولو، انت تتفضل دلوقتي تروح وتيجي كل يوم تطمن عليه لغايه لما يخرج من هنا. معقول؟ كتر الف خيرك يا دكتور، كتر الف خيرك، ربنا يكتر من امثالك يا رب. شكرا يا دكتور، مش عارف اقول لك ايه. ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك. من هنا معلش يا دكتور، ولا يهمك، معلش، ولا ربنا يبارك لك، ربنا يكتر من امثالك. كنت متأكدة ان ده هيبقى موقفك. كويس ان لسه فيها حاجه انت متاكده فيها. انت كنت غطسان فين امبارح؟ دي اختك كانت هتتجنن عليك. قولي لي يا صفا، انا فرحي كان يوم ايه؟ فرحك؟ اعتقد كان يوم خميس. ايوه صح، متردده ليه؟ هو الخميس فعلا. الجمعه بقى، الجمعه بعدين. ايه؟ مش فاهمه قصدك ايه. انا قلت من الاول محدش فاهم اي حاجه. وحشتني يا خالد يا ابني، وحشتني قوي. انا كمان ما وحشتكش. طيب هكلمك، يمكن ترد عليا المره دي. ها، لو انا وحشتك رد عليا. يلا رد عليا بقى عشان انت وحشتني قوي. ما بيردش عليا، يمكن مشغول ولا نايم ولا ايه. نوم انت ايه ما بتزهقش؟ ده احنا بقينا العصر. هص اعمل ايه؟ ما هو الزهق دواء النوم. بقول لك ايه، انا جيت المدرسه ما لقيتش اي حد في البيت، وهنادي عامله الغدا زي ما تينا قالت لها بالظبط، فقلت بقى نيجي نتغدى انا وانت سوا. يا ترى
هتسجلها كام في كندا دلوقتي؟ وانا ايش عرفني يا عمو؟ هو خالد لسه برضو ما بيردش؟ بطلبه بالنهار ما بيردش، بالليل ما بيردش. الظاهر النمرة غلط، ولا الظاهر مسح نمرتي من عنده. شكلك انت اصلا نمرتك فيها حاجه غلط. يعني ايه؟ يكونش مسح النمرة للدرجة دي هنت عليه؟ لا يا حبيبي، ما هو لو كان مسح النمره كان هيرد عليك، لانه ساعتها مش هيبقى عارف ان انت اللي بتتصل. فتح مخك معايا كده. ايوه عندك حق. انا جهزت لك اللي امرتني بيها ست الكل. يوه اخلص وخلصنا عشان تلحق تروح للدكتور. يلا يا طب صلاح. مش محتاجه اي حاجه يا ست الكل؟ لا متشكرين قوي، انجز وخلصنا لحسن. هما ساعتين وابقى عدي عليا. اوكي. ايه ده؟ مدام اكتفينا؟ اهلا يا منى. اهلا مدام منى. حسن اعرفك باشطر مديرة سنتر في البلد، مدام تينا. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. ده حسن جوزي، ودول توأم القرود اللي مجنننا. سلموا على طنطي يا ولاد. اهلا يا حبيبتي. اهلا. بسم الله ما شاء الله. اهلا يا حبيبي. ربنا يخليهم لك يا منى. ميرسي يا حبيبتي. طيب اسيبكم، فرصه سعيده. انا اسعد. ها قولي لي عامله ايه بقى؟ اخبارك ايه؟ قبلته وانا بستهان. اتفضلي يا منى، كل البنات في انتظارك. بس وحياتك ما تاخرينيش لحسن راجل متدبس في العيال وهيخنقني. طبعا طبعا. اتفضلي. مالك يا تينا؟ في ايه؟ لا مفيش حاجه. اخبار الشغل ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي تمام. انا شفتك من الشباك واقفه مع طريقك ومعاكم مدام منى. انا قلت ايه الالغاز دي؟ ولا الغاز ولا حاجه. منى دي تبقى مراته. واو، انت ما كنتش تعرفيه؟ لا ما كنتش اعرف. وعندها منه توأم زي القمر، ربنا يخليه له. ست مدن، جمهورك بيستعجلك بره. ما تخلصي يا غندوره، فاكره نفسك في الكوافير. حالا يا روح. طب بسرعه، استنيكي بره انا. ها تعوقيش. عينيا. مش حاسس انا عليا دي. بقول لك ايه، يلا معايا. يلا يا اختي. يلا يا اختي. استنى البس النضاره. يلا. ماشي يا السنيوره. كده كده اهو. يا ابن الايه يا غازي، بتقع انت بشويه اماكن حنينه كده. لعيب لعيب يا دكتور مفيش اكتر من الحنيه، بس انت الظاهر التوبه نسيتك. اختبار. الحمد لله. بص ايه؟ مش الشعر السايح ده انت اصحابك؟ سايح؟ تعاوني. صحيح ده هو. يا ابن الايه، ده شكله ظابط مزه وعايش. وقاعد في الضيق وايه. تيجي ندخل عليه. ندخل عليه؟ مش مش عايزين مشاكل بقى، خلينا في حالنا. بلا مشاكل ولا بتاع. تعالى بس معاك مشط. انت هتسرح له كمان. براحه يلا. لا وبيضحك وشاب يعني شاب. الدكتور عوني يا جميل يا حلو. اهلا